أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورة للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى باب الأشكال. أخذنا الشكل الأول، وأخذنا الشكل الثاني، وأخذنا الشكل الثالث، وذكرنا شروط كل شكل من الأشكال. قلنا شرط الشكل الأول ما هو؟ أن تكون إيجاب صغراه وكلية كبرى. إيجاب صغرى وكلية كبرى. والشكل الثاني ماذا شروطه؟ ما هي؟ اختلاف في الكيف مع كلية الكبرى. نعم. والشرط الثالث ما هي شروطه؟ إيجاب الصغرى وكلية إحداهما، إما الصغرى تكون كلية إما الكبرى تكون كلية. هذا ما أخذنا وتوقفنا عند الشكل الرابع. الشكل الرابع. نعم. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة وهم مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله آدم الحجاب يأخذ من بحر المعاني لجاجا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجلال نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا، سميته بالسلم المنورق يرقى به سماع علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم
يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل قريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصور العليم ودرك نسبة بتصديق مسيب وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل بقول شريف فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعونها دلالة مطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين المفرد كلي أو جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا لذاتهم في أندرج فانسبه عن بعارض إذا فرق الكليات خمسة دون انتقال جنس وخاص عرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواتر تشابك تخالف والاشتراك عكسه ترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتباس وقع الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولا ليعلم فالحد بالجنس وقاسم وقع والرسم بالجنس وخاصة مع وناقص الحد بخاص أو مع جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظ لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلق وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكرها وجائز في الرسم فلما احتمل في قال ذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضاء عندهم قسمان شرطية عقلية والثاني كلية شخصية والأول إما مساور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربعون أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعضها شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إلى ثمان أيبا والأول الموضوع في الحمدية والأخير المحمول في السوية
شرطية، وإن على تعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجد تلازم الجزئين وذات الانفصال دون ميل ما أوجب التنافر بينهما أقسامها ثلاثة فتعلم لعجاب أو هما وهو الحقيقي الخاص فاعلم. فنقول الخف القضيتين في كيف وسيق واحد أمر خفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقدها بالكيف أن تبدل، وإن تكن محصورة بالصور فانقض بضد صورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقضها موجبة جزئية. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلى الموجبة السورية فعوضوا الموجبة الجزئية، والعكس لازم لغير وجد باجتماع القصتين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة جزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر، ثم القياس عنده قسمان فمنهما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالعملية. فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب مقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب إدراجها في الكبرى، ولا تحال الأصغر صغرهما ولا تحال الأكبر كبرهما، وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط الغلد الإنتاج. الشك عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. وللمقدمة أشكال فقط أربعة بحسب حد الوسط، حمل بصغرى وصفه بكبرى عن شكل أول ويضرى، وحمله في كل ثاني عرف ووضعه في كل ثالث عرف، ورابع الأشياء عكس الأول وهي على ترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية كبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغرهما وأن ترى كلية إحداهما، ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين صغرهما موجبة جزئية كبرهما سالبة كلية، وتتبع النتيجة فثالث فستة ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج، وتتبع النتيجة أخص من تلك المقدمة هكذا زكين. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بشرطي، ونحو في
في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم ذاتي، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما. وصلنا إلى الشكل الرابع. اقرأ لنا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم في الدار وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ورابع أي والشكل الرابع شرطه عدم جمع الخصتين من جنس كسالبتين أو جزئتين أو جزئيتين أو من جنسين أو من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة. نعم، هذا الشكل الرابع شرطه عدم جمع الخصتين. يعني الشكل الرابع شروطه ألا تجتمع فيه الخصتين السلب والجزئية، سواء وجدت في المقدمتين أو وجدت في مقدمة واحدة، سواء هذا السلب والجزئية وجدناه في مقدمة واحدة أو وجدناه في المقدمتين كلاهما. فهذا هو شرط الشكل الرابع، عدم جمع الخصتين، سواء من جنس كسالبتين سالبة مع سالبة، أو جزئيتين جزئية مع جزئية، أو من جنسين كسالبة وجزئية. كل هذا شرط الشكل الرابع، أن لا يجتمع فيه الخصتين الجزئية والسالب، ولو في مقدمة واحدة قال لك الشيخ، سواء كان في مقدمتين قال الشيخ ولو في مقدمة واحدة، ولو كان السلب والجزئية في مقدمة واحدة، وجدت مثلا مقدمة جزئية سالبة حتى ولو كان في مقدمة واحدة، أو وجدت مثلا السلب في جهة والجزئية في جهة أخرى، أو وجدت السلب في جهة والسلب في جهة أخرى، أو وجدت الجزئية في جهة أخرى. واضح يا جماعة الخير؟ سواء كان في مقدمتين أو في مقدمة واحدة. المهم الشكل الرابع لا تجتمع فيه الخصتين. فهمنا يا جماعة؟ الجزئية والسلب كما مر علينا. نعم، هذا معنى كلام الشيخ. وشكل رابع عدم جمع الخصتين من جنس واحد كسالبتين، الأولى سالبة، الصغرى سالبة والكبرى سالبة، أو جزئيتين، الصغرى سالبة، الصغرى جزئية والكبرى جزئية، أو جنسين كسالبة وجزئية، أو مثلا الصغرى سالبة والكبرى جزئية، أو الصغرى جزئية والكبرى سالبة. كل هذا نعم، كل هذا إذا وقع في الشكل الرابع لا ينتج. اقرأ زيد. ومهد هذا الشرط إن لم تكن صغرى موجبة جزئية، فإن كانت موجبة جزئية فشرطه كون الكبرى سالبة كلية كما سيأتي. هذه الصورة المستثنات سيأتي الشيء إلا بصورة ففيها تستبين صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. هذه الصورة المستثنات فقط، رغم أن فيها الجمع بين الخصتين لكنها تنتج. لماذا تنتج؟ ستأتي في المطولات، سيتكلمون عن لماذا تنتج في كتب المطولة. إلا بصورة، هذه اللي ذكرها. ومحل هذا الشرط إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية، فإن كانت الصغرى موجبة جزئية فشرطه كون الكبرى سالبة،
كون الكبرى سالبة كلية. واضح يا جماعة الخير؟ كما سيأتي هذه اسمها الصورة المستثنات. الصورة المستثنات. نعم زيد. فإن كانت صغرى موجبة كلية أنتجت مع غير السالبة الجزئية كبرى. أهو فإن كانت الصغرى موجبة كلية أنتجت مع غير السالبة الجزئية، هذا كبرى. وإن كانت صغرى سالبة كلية وإن كانت الصغرى سالبة كلية أنتجت مع الموجبة كلية كبرى. كبرى. نعم أنتجت مع الموجبة الكلية كبرى فقط. نعم. لماذا؟ لأن لا تجتمع فيها الخصتان، الصغرى سالبة والكبرى موجبة كلية، لم تجتمع الخصتين، فلذلك تنتج. نعم تنتج كبرى. نعم سيمثل لنا، سيعطينا الشيخ الضروب. نعم. وإن كانت سالبة جزئية لم تنتج. هذا لاجتماع الخصتين. أما إن كانت الصغرى سالبة جزئية لم تنتج. لماذا لم تنتج؟ لأنه اجتمع فيها الخصتين، اجتمع فيها الخصتين. نعم. لم تنتج باجتماع الخصتين فيها. نعم لاجتماع الخصتين فيها. نعم. فحصل من ذلك 4 أضراب. فحصل من ذلك 4 أضرب. نعم. 3 مع الموجبة الكلية الصغرى. نعم. وواحدة مع السالبة كلية الكبرى الكلية الصغرى. نعم. فحصل من ذلك 4 أضرب منتجة، 3 مع الكلية الموجبة الصغرى إذا كانت الكلية موجبة، والثانية كلية موجبة تنتج. إذا كانت الصغرى كلية موجبة وكانت سالبة كلية تنتج. إذا كانت الصغرى موجبة كلية وكانت الكبرى ماذا؟ سالبة سالبة كلية تنتج كذلك. هذه 3 أضرب. سيذكر الشيخ 5 أضرب كلها. نعم. فحصل من ذلك 4 أضرب، 3 أضرب مع الموجب الكلية الصغرى. الموجب الكلية الصغرى تنتج مع 3 أضرب الأخرى، سواء كانت الكبرى موجبة أو سالبة أو جزئية، كلاهما تنتج معهما. نعم. وواحدة مع السالبة الكلية الصغرى، واحدة فقط مع السالبة الكلية الصغرى فقط. ما هي؟ الكلية الموجبة فقط، الكلية الموجبة فقط، أما ما عداها لا تنتج مع السالبة الكلية. نعم زيد. وهذا كما عرفت في غير الصورة التي استثناها المصنف. نعم استثناها المصنف. نعم كما قال إلا بصورة ففيها تستبين، صغراهما مجابة جزئية كبراهما سالبة كلية. هذه فقط المستثنات، الصورة المستثنات من جمع الخصتين. كل الصور التي اجتمعت فيها الخصتين لا تنتج ما عدا الصورة المستثنات هذه، الصورة موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، هذه تنتج. واضح كلام؟ نعم. بقوله إلا بصورة ففيها يستبين. إلا بصورة ففيها يستبين. نعم. أي يظهر فيها جمع الخصتين من جنسين في مقدمتين، يظهر فيها اجتماع الخصتين، رغم ذلك تنتج، رغم ذلك تنتج. نعم. صغراهما موجبة جزئية أو وقع الجزئية في الصغرى، الجزئية وقعت في الصغرى. كبراهما سالبة كلية. أو وقع السلب في الكبرى، الكبرى سالبة كلية. فالآن وقع الجزئية وقعت في الصغرى والسلب وقع في الكبرى، رغم ذلك تنتج. هذه مستثنات. نعم. فعلم من ذلك أن ضروبه المنتجة 5 ضروب منتجة، 4 مع الصورة المستثنات، 4 مع الصورة المستثنات، 3 مع الموجب الكلية الصغرى
وواحدة مع السالبة الكلية الصغرى، أو 4 مع المستثنات 5. فالشكل الرابع ينتج كم؟ ينتج 5 أضربين، 5 أضرب. نعم. الأول من موجبتين كليتين. من موجبتين كليتين، أهو الأولى موجبة كلية والثانية موجبة كلية. نعم. نحو كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. نعم. والنتيجة موجبة جزئية. والنتيجة موجبة جزئية. نعم. وهي بعض الحيوان ناطق. بعض الحيوان ناطق كما مر. عرفنا الحد الوسط، وعرفنا الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الوسط. فالحد الوسط كما قلنا نحذفه عند النتيجة فتعطينا بعض الحيوان ناطق. نعم. زيد. هذا الضرب الأول، موجبتين كليتين. نعم. الثاني من موجبتين، الصغرى كلية والكبرى جزئية. من موجبتين، الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية. هذا الضرب الثاني. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان. كل إنسان حيوان. وبعض الجسم إنسان. وبعض الجسم إنسان. نعم. والنتيجة جزئية. نعم. وهي بعض الحيوان جسم. بعض الحيوان جسم. واضح يا جماعة؟ هذا الضرب الثاني من موجبتين، الصغرى كلية والكبرى جزئية، فسينتج الجزئية لأن النتيجة تتبع الأخص، تتبع الأخص من المقدمة. نعم. الثالث الضرب الثالث. الضرب الثالث من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. الضرب الثالث من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. هنا لم يجتمع الخصتين، عندك السلب فقط، فكذلك ينتج هذا. نعم. نحو لا شيء من الإنسان بفرس. لا شيء من الإنسان بفرس. مفهوم هذه العبارة، مفهومة كلها. نعم. وكل ناطق إنسان. وكل ناطق إنسان. كل شيء ناطق هو إنسان. نعم مفهوم هذا، مر علينا في الشروط مر علينا في الأشكال السابقة. نعم وشرحنا. والنتيجة سالبة. والنتيجة سالبة. وهي لا شيء من الفرس بناطق. لا شيء من الفرس بناطق. واضح؟ نعم. الرابع. الضرب الرابع. نعم. الضرب الرابع من موجبة كلية صغرى. موجبة كلية صغرى. نعم. وسالبة كلية كبرى. وسالبة كلية كبرى. وسالبة كلية كبرى. نعم. نحو كل إنسان حيوان. نعم. ولا شيء من الفرس بإنسان. نعم. والنتيجة سالبة جزئية. سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الحيوان بفرس. كذلك هذا الضرب الرابع كذلك لم يجمع الخصتين، لأن الأولى موجبة كلية والثانية سالبة كلية. واضح كلام؟ نعم. فينتج ماذا؟ سالبة جزئية، وهي ليس بعض الحيوان بفرس. نعم. الضرب الخامس. هذه الصورة المستثناة. هذه الصورة الخامسة رغم أنه اجتمع فيها الخصتين إلا أنها تنتج. رغم أن اجتمع فيها الخصتين إلا أنها تنتج مستثنات. الضرب الخامس وهو صورة الاستثناء. نعم. من موجبة جزئية صورة وسالبة كلية كبرى. موجبة جزئية صغرى، أو الجزء جزئية في الصغرى، وسالبة كلية كبرى، السلب في الكبرى، أو اجتماع الخصتين. صحيح؟ رغم ذلك تنتج. نعم. نحو بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. نعم. ولا شيء من الحجر بحيوان. ولا شيء من الحجر بحيوان. نعم. والنتيجة سالبة جزئية. سالبة جزئية. نعم. وهي ليس بعض الإنسان بحجر. ليس بعض الإنسان بحجر. واضح يا جماعة؟ نعم. هذه هي الضرب الخامس. هذا هو الضرب الخامس رغم اجتماع الخصتين فيه إلا أنه أنتج سالبة جزئية. واضح؟ هذه الصورة المستثناة. في المطولات سنعرف لماذا استثنوا هذه الصورة. لماذا استثنوها؟ لماذا لم يجعلوا الباب على
نمط واحد. لماذا استثنوا هذه بالذات؟ هذه سنعرفها إن شاء الله. نعم. فالآن الشكل الرابع أنتج 5 أضرب. الشكل الرابع الشيخ عثمان قلنا شرطه ألا تجتمع فيه الخصتين، لا تجتمع فيه السلب والجزئية، هذا هو شرطه. فينتج 4 أضرب زائد يعني حالة واحدة خامسة استثناها العلماء، وهي موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى، فهذه تنتج. واضح؟ إلا بصورة ففيها تستدل، صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. نعم. زيد. وخرج باشتراط عدم جمع القصتين إن لم تكن صغرى موجبة جزئية. نعم. والكبرى سالبة كلية. نعم. ما لو اجتمعتا فلا إنتاج. هذا هو، إن اجتمعتا فلا إنتاج. الآن نحن ذكرنا الأضرب التي لا تجتمع فيها الخصتين. الشيخ الآن سيذكر لنا الأضرب التي تجتمع فيها الخصتين، سيخرجهما كما فعلنا في الأشكال الأولى. ذكرنا الأضرب التي تنتج ثم أخرجنا الأضرب التي لا تنتج. نفس الشيء سيعمله هنا. بعدما ذكر لك 5 أضرب منتجة سيخرج الآن الأضرب الغير منتجة. كم من ضرب لا ينتج؟ كم يبقى من ضرب لا ينتج؟ 5. كم يبقى من ضرب لا ينتج؟ 11. يبقى 11 ضرب لا ينتج. لماذا؟ لأن تجتمع فيه الخصتين. تجتمع فيه الخصتين. زيد. وذلك صادق بقول الصغرى موجبة كلية. نعم. والكبرى سالبة جزئية. نعم، بقول الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية. لماذا هنا لا تنتج؟ أين الخصتين التي اجتمعت؟ أين اجتمعت الخصتين هنا؟ اجتمعت الخصتين أين؟ في الكبرى. في الكبرى سالبة جزئية. الخصتين اجتمعتا في الكبرى سالبة جزئية، فهذه لا تنتج. نعم، هذه أولا. وبكون الصغرى سالبة كلية والكبرى غير الموجبة كلية. وبكون الصغرى سالبة كلية والكبرى غير الموجبة الكلية. كذلك هنا اجتمع السلب من جهة والسلب من جهة. واضح؟ صغرى سالبة كلية والكبرى سالبة كلية كذلك. غير موجبة ما معناها؟ سالبة، معناها سالبة. نعم. وبكون الصغرى سالبة جزئية مع الكبريات الأربعة. لا تنتج مع الكبريات الأربعة جمع. السالبة الجزئية لا تنتج مع الكبريات الأربعة، لا تنتج مع الموجبة الكلية، ولا تنتج مع السالبة الكلية، ولا تنتج مع السالبة الجزئية، ولا تنتج مع الموجبة الجزئية. لا تنتج مع الأربعة. لماذا لا تنتج مع الأربعة؟ لأنها جمعت خصتين. واضح؟ فالآن الشيء قال لك والصغرى سالبة جزئية لا تنتج مع الكبريات الأربعة، لأن خلاص اجتمع فيها الخصتين. الصغرى اجتمع فيها خصتين، فلا تنتج مع الأربعة الكبريات الأربعة. لا موجبة كلية ولا سالبة كلية ولا موجبة جزئية ولا سالبة جزئية. الأربعة كلها لا تنتج معها. مفهوم؟ نعم. فهذه 8 كلها عقيمة. 8 أضرب كلها عقيمة، كلها لا تنتج لاجتماع الخصتين فيها. واضح يا جماعة الخير؟ نعم. وباشتراط كون الكبرى سالبة. وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية. واضح؟ لأن ماذا قلنا؟ صغراهما موجبة جزئية، صحيح؟ باشتراط كون الكبرى سالبة كلية ماذا يخرج؟ فيما إذا كانت صغرى موجبة جزئية. إذا كانت صغرى موجبة جزئية، هذا الضرب الأول عقيم لا ينتج. إذا كانت الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية، هذا الضرب الأول العقيم لا ينتج. نعم. ما لو كانت
ما لو كانت الكبرى غير السالبة الكلية بأن كانت موجبة كلية أو جزئية. نعم، أو سالبة جزئية. واضح يا جماعة الخير؟ فهذه ثلاثة أضرب عقيمة أيضا، يعني باشتراط كون الكبرى سالبة كلية فيما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، ما لو كانت الكبرى غير السالبة الكلية بأن كانت موجبة كلية أو جزئية أو سالبة جزئية. كل هذه الثلاث أضرب لا تنتج، كل الثلاث أضرب لا تنتج. واضح الكلام؟ باشتراط كون الكبرى سالبة كلية، فيخرج هذه الثلاث أضرب لا تنتج كذلك. فكم يصبح عندنا من ضرب؟ 8 و3 11 ضرب، هذه 11 ضرب لا تنتج. واضح؟ والذي ينتج 5، الأربعة مع الصورة المستثنات 5 مع 11 16. واضح؟ نعم. زيد. بأن كانت موجبة كلية أو جزئية أو سالبة جزئية. هذه ثلاث أضرب هذه. نعم. فلا إنتاج حينئذ. فلا إنتاج حينئذ مع الثلاثة أضرب هذه. فهذه ثلاثة أضرب عقيما أيضا. فجملة عقيم هذا الشكل 11 ضربا كلها عقيم، 8 التي سبقت والثلاثة هذه مع في اشتراط الكبرى سالبة كلية. واضح يا جماعة الخير؟ نعم. فالشكل الرابع المنتج منه 5 أضرب فقط، 4 أضرب مع الصورة المستثنات 5. أما الباقي كله عقيم. لماذا؟ لأنه يجمع الخصتين، أي ضرب عقيم ستجد فيه اجتماع الخصتين، إما في الصغرى وإما في الكبرى، وإما تفرقت في الصغرى مع الكبرى. واضح يا جماعة؟ هذا هو. فمنتج لأول 4 كالثاني ثم ثالث ف6 ورابع ب5 قد أنتج وغير ما ذكرته لم ينتج. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله الأشكال 4 وذكر شروطها وذكر المنتج منها، أتى الآن يلخص لك المسألة. فقال لك فمنتج لأول 4. ما هو الأول؟ الشكل الأول منتج كم؟ 4 أضرب. فمنتج لأول 4 كالثاني الشكل الثاني كذلك ينتج 4 أضرب. ثم قال ثم ثالث ف6. الشكل الثالث كم ينتج؟ 6 أضرب. ثم قال ورابع ب5. ما معنى ورابع ب5؟ ورابع الأشكال ب5 أضرب ينتج 5 أضرب. قال لك الشيخ وغير ما ذكرته لن ينتج. لا تتعب نفسك خلاص. الشيخ رحمه الله ورضي عنه كفانا البحث. الشيخ أتى وعمل كل الأضرب عملها. القسمة العقلية كم عندنا من ضرب؟ لو قسمناها قسمة عقلية كم؟ أضرب كلها كم؟ 64. لأن الشكل الأول تضرب 4 في 4 لكي تمر على كل الأضرب. 4 في 4 16. الشكل الثاني 16. الشكل الثالث 16. الشكل الرابع 16. فالشيخ أتى إلى هذه 64 ضرب وبدأ ينظر الشكل الأول وينظر إلى شروطه ويعمل على الضروب يعمل. فوجد الشكل الأول الشروط التي تتوفر في هذه 16 كم؟ 4 فقط. فالشيخ قال لك الشكل الأول ينتج 4 أضرب، لا تتعب نفسك في الباقي. 12 ضرب التي بقيت لا تبحث عنها، أنا كفيتك خلاص لا تنتج. ثم أتى إلى الشكل الثاني كذلك طبق الشروط على 16 ضرب فوجد المنتج منها 4 فقط. فقال لك لا تتعب نفسك في البحث في 12 ضرب الأخرى، أنا كفيتك. ثم أتى إلى الشكل الثالث
ورأى الأضرب كلها 16 فوجد المنتج منها 6 فقط، فقال لك كم يبقى؟ 6، يبقى 10، يبقى 10 عقيمة. قال لك هذه 10 لا تبحث فيها، لا ينتج، لأنك لن تجد فيها شروط. ثم أتى إلى الشكل الرابع فوجد المنتج منه 5، 4 أضرب لم تجتمع فيها الخصتين، وزاد ماذا؟ الخامسة اللي هي الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلها. الشيخ قال لك وغير ما ذكرته لن ينتج، لا تتعب نفسك يا أيها الطالب. لكن هذه الأضرب ستجدها في المطولات، ستجدها في الشمسية. صاحب الشمسية يأخذها ضرب 64 ضرب ويمثل لها كلها ويبين لك المنتج من غير المنتج. وفي الأخير سنصل إلى هذا، في الأخير 64 ضرب عندما تنظر إليها ستجد ما لخصه القويسيني هنا، تجد كل الذي لم يذكره القويسيني تجده في الشمسية، عقيم 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 عقيم. لماذا؟ لأنه لا تتوفر في هذه الشروط. فمن جماعة خير ذلك الشيء قال وغير ما ذكرته لن ينتج، لأنك ستجد فيها تخلف الشروط. وإن شاء الله نحن لو قرأنا الكتب القادمة كالشمسية إن شاء الله الإنسان سيتوسع. هناك في الشمسية يتوسع ويأتي إلى كل شكل ويذكر ضروبه ويذكرها بالأدلة. هذا لماذا أنتج؟ هذا لماذا عقيم؟ هذه الصورة لماذا زدتها؟ لماذا زدت هذه الصورة؟ الصورة الخامسة هذه فيها اجتماع الخصتين وأنت اشترطت عدم اجتماع الخصتين، لماذا زدتها هنا؟ سيذكر لك هناك الشيء لماذا زدتها. وكل ضرب منتج سيذكر لك لماذا أنتج كلية، لماذا أنتج جزئية، لماذا أنتج السلب فقط، لماذا أنتج الإيجاب فقط. كل هذا سيذكر في المطولات. أن هذا كتاب مختصر، كتاب هذا السلم مختصر علم المنطق، يذكر لك فيه ماذا؟ المهمات، يقول لك الأشكال 4 وشروط كل شكل كذا كذا كذا، ويقول لك مثلا الضروب المنتجة فقط. ثم يقول لك غير ما ذكرته لن ينتج، لكن لا يتعب الطالب، لا يقول للطالب ابحث ائتني ب64 ضرب واذكره لي ضربا واذكر لي الشروط واذكر لي يعني عدم توفر الشروط. لا، فهمنا يا جماعة؟ فالذي يريد أن يقتصر على علم المنطق السلم يكفيه السلم مع بعض الأبحاث تبحث عنها في الكتب المطولة. إذا احتجت إلى بحث أو كذا تنظر إلى الكتب المطولة وتبحث، لكن لو تفهم السلم جيدا تفهمه جيدا مع يكفي هذا. لأن المنطق عبارة عن علم من علوم الآلة. لماذا نقرأ المنطق؟ لكي تقوي الفكر تاعك، يصبح فكرك قوي لا يخطئ. وكذلك تستعين بالمنطق على كتب العلماء، لأن العلماء يدخلون المنطق في العلم. تجد النحو مخلوط بالمنطق، تجد أصول الفقه مخلوطة بالمنطق، تجد علم الكلام كله منطق. لأن علم الكلام في الغالب نحن سنجادل الملحدين، سنجادل الملاحدة، سنجادل البوذيين، وسنجادل النصارى، وسنجادل اليهود، وهذا يعملون بالعقل. لا تقول له قال الله قال الرسول مثلا، لا يعمل بالعقل ويعمل بالعقل. فكلما تقويت في علم المنطق تقويت في علم العقل، وتستطيع تقرأ كتب الأصول وكتب العقل. أما إذا لم تقرأ شيئا من المنطق لا تفهم. تذهب إلى جمع الجوامع كله منطق، أو مختصر ابن الحاجب رحمه الله كله منطق، كل مسألة لازم بالمنطق. أو تذهب إلى كتب العقيدة تفتزاني والآميدي والرازي والبيضاوي كلها منطق كلها. فإذا لم يكن عندك نصيب من علم المنطق ولو السلم صعب عليك أن تفهم.
صعب. لذلك الذي يريد يقتصر يعني السلم يفهمه جيدا، وإذا احتاج إلى بعض التفصيلات يأخذها من المطولات، يكفي السلم. لماذا؟ لكي نتفرغ إلى علوم الشريعة. نحن لن نبقى مع المنطق طول حياتنا، منطق 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 منطق، لا. يوجد عندك الفقه اللي هو من علوم الشريعة، يوجد عندك التفسير من علوم الشريعة، يوجد عندك ماذا؟ الحديث وما أدراك ما علم الحديث. هذو لازم تتفرغ لهم، هذو اللي لازم تتبحر فيهم. أما إنسان طول حياته يقرأ في المنطق، هذا يضيع في الوقت. موجبة كلية، سالبة كلية، كذا كذا، هذا يضيع في الوقت. متى يصل إلى علوم الشريعة؟ متى؟ علم المنطق خادم فقط. نحن نقرأ الصرف والنحو والمنطق والبلاغة والأصول. لماذا نقرأ كل هذه العلوم؟ لكي نصل إلى فهم الكتاب والسنة. فأنت إذا بقيت حياتك كلها في المنطق، هذا تضيع وقت يا جماعة الخير، صحيح؟ تضيع وقت. فأنت اقرأ ما تيسر، ولو وجدت وقت اقرأ الشمسية جيدة. لو استطعت تقرأ السلم مع الشمسية خير وبركة. الشمسية ممتازة، كل الإشكالات تزيلها الشمسية، لأنه يذكر كل شيء بالأدلة، كل شيء بدليله. لماذا أنا قلت هنا كلية ولم أقل جزئية؟ لماذا قلت سالبة كلية ولم أقل سالبة جزئية؟ لماذا قلت هذه أزيدها وهذه لا أزيد؟ كل شيء بدليل. مفهوم يا جماعة؟ لذلك الشيخ قال لك وغير ما ذكرته لن ينتج. لا تتعب نفسك يا أيها الطالب، فأنا أعرف أن همتك ضعيفة، أعرف أن همتك ضعيفة، لا تتعب نفسك، أنا كفيتك. بحثت ووجدت الأشكال هكذا، المنتج منها كذا 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 كذا. نعم، اقرأ لنا. نعم. وقد أشار المصنف إلى منتج كل شكل، إلى منتج كل شكل، إلى منتج كل شكل ويعلم منه عقيمة. خلاص، نحن إذا عرفنا ما ينتج منه كل شكل عرفنا العقيم منه. لأن كما قلنا اسم العقلية عندنا كل شكل يحتوي على 16 ضرب، صحيح؟ فإذا وجدنا المنتج، ما معنى هذا؟ أن الباقي عقيم. فهذا الذي يقول وقد أصار المصنف إلى منتج كل شكل ويعلم منه عقيمه. ماذا معنى عرفته؟ أن الشكل الأول ينتج 4، معناه أعرف أن 12 عقيمة، صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم. وقد أشار المصنف إلى منتج كل شكل ويعلم منه عقيمه. نعم. لأن ضروب كل شكل لأن ضروب كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 كما قلنا، 4 ضرب 4. فهمنا؟ لأن كل واحد، الشكل الأول كل واحد من موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، كل واحد منهم مع 4. الموجبة الكلية هذه لازم تعمل لها 4، تعمل الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية مع السالبة الكلية ومع الموجبة كذلك الكلية، موجبة كلية وموجبة كلية، موجبة كلية سالبة كلية، موجبة كلية موجبة جزئية، موجبة كلية سالبة جزئية. هو 4. ثم تنتقل إلى الثاني كذلك 4، ثم تنتقل إلى الثالث 4، ثم تنتقل إلى الرابع 4. فعندما تحسبها بالعقل تجد 16 ضربا. هذا ذلك الشيء قال لأن ضروب كل شكل بحسب القسمة العقلية 16 ضربا. نعم. من ضرب الصغريات من ضرب الصغريات الأربع الموجبتين والسالبتين. نعم. في الكبريات الأربع. نعم. في الكبريات الأربع كذلك. نعم. فإذا واضح يا جماعة؟ هو الصغريات الأربع موجبتين والسالبتين. موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبتين، سالبة كلية، سالبة جزئية، هما 4. فهمت؟ هذا معنى من ضرب الصغريات الأربع الموجبتين والسالبتين.
لأن الموجبة عندك موجبة كلية موجبة جزئية، السالبة عندك سالبة كلية سالبة جزئية، هذا 4 تضربهم في الكبريات الأربعة كذلك الكبريات يكونوا 4. فإذا ذكر منتجها علم أن الباقي من 16 فإذا علمت المنتج منها خلاص عرفت أن الباقي عقيم لا ينتج. واضح يا جماعة؟ هذا هو. فقال فمنتج لأول، أي فالمنتج للشكل الأول 4 كما كما شرحنا. فمنتج لأول يعني الشكل الأول المنتج منه 4 أضرب، نعم. كالثاني كذلك الثاني المنتج منه 4 أضرب، نعم. وهو كالثاني، نعم. فيكون منتجها 4 وعقيم كل منهما 12. عقيم الشكل الأول 12 شكل ضرب، وعقيم الشكل الثاني 12 ضرب. واضح؟ فالعقيم كم؟ 24. إلى هنا وصلنا إلى 24. نعم. وعقيم كل منهما 12. نعم. ثم ثالث فمنتجه 6 وعقيمه 10. نعم. هذا تحصيل حاصل لما قام به في الأول، هذا كله يعني استنتاج. نعم. ثم ثالث الأشكال منتجه 6 ويبقى كم؟ 10 عقيم. 10 عقيم. نعم. وشكل الرابع ب5 قد أنتج. نعم. أي أنتج 5 أضرب كما قلنا 4 مع الصورة المستثناة. نعم. فعقيمه 11. نعم. وغير ما ذكرته من الضروب التي لم تستوفي شروط الإنتاج لن ينتج بل هو عقيم. نعم. من الضروب التي لم تستوفي شروط الإنتاج لن ينتج. نعم. بل هو عقيم. نعم. أي بل هو عقيم. نعم. وقد تقدم بيان ذلك مستوفيا في كل شيء. فيما تقدم ذكرنا الشكل الأول وشروطه وضروبه المنتجة، وذكرنا الشكل الثاني وشروطه وضروبه المنتجة، وذكرنا الشكل الثالث وشروطه وضروبه المنتجة، وذكرنا الآن الشكل الرابع وشروطه وضروبه المنتجة. واضح؟ فالشيخ قال لك وغير ما ذكرته من هذه الضروب كله عقيم لأنه لا يستوفي الشروط. نعم. وتتبعون جثة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكين. نعم. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات. نعم. أي من مقدمات القياس. من مقدمات القياس يعني النتيجة دائما تتبع ماذا؟ تتبع الأخص. إذا كان فيه سلب أو جزئية النتيجة ستكون سالبة أو جزئية. النتيجة دائما تتبع الأخص من المقدمات. لو كان المقدمات فيهما سلب النتيجة ستكون سالبة. لو المقدمة فيهما جزئية فالنتيجة ستكون جزئية. هذا هو. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات. أخص من تلك المقدمات. واضح يا جماعة؟ هكذا زكن يعني هكذا علم. زكن بمعنى علم. مفهوم؟ نعم. اقرأ لنا. وهو ما فيه سلب أو جزئية. وهو ما فيه سلب أو جزئية. نعم. دائما النتيجة تتبع الأخص. نعم. أنت لو تلاحظ ترجع إلى الأشكال ستجدها لو المقدمتين فيهما سلب أو جزئية ستجد النتيجة سلبية أو جزئية. لو تتبع الأشكال ستجد هذا. نعم. فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فقولنا كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق بصاحب. واضح يا جماعة؟ انظر الآن. انظر أولا انظر المقدمتين ماذا يوجد فيهما؟ كل إنسان ناطق هذه موجبة كلية صحيح؟ ليس فيها خسة. والثانية لا شيء من الناطق بصاحب فيها الخسة ولا لا؟ فيها الخسة. ما هو؟ السلب. لا شيء سلب. فالآن مباشرة النتيجة
ستتبع هذه المقدمة الثانية، ستتبع هذا الخصة، ستجد النتيجة تبعت المقدمة الكبرى في السلب في الخصة. هذه قاعدة عندهم، قاعدة. كانت نتيجة سالبة، كانت النتيجة سالبة، نعم. وهي لا شيء من الإنسان بصاحب. هكذا، واضح؟ أعطينا مثال آخر. وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية، نعم، فقولنا بعض الحيوان إنسان، نعم، وكل إنسان ناطق. الآن انظر، بعض الحيوان إنسان، فيها الخصة ولا لا؟ بعض الحيوان ناطق، فيها الخصة ولا لا؟ فيها الخصة جزئية، معناها النتيجة ستتبع هذا. واضح؟ كانت النتيجة جزئية، نعم. كانت النتيجة جزئية، نعم. وهي بعض الحيوان ناطق. واضح يا جماعة؟ النتيجة تتبع ماذا؟ الأخص من المقدمات. إذا وجدت سلب أو جزئية، النتيجة ستكون سالبة أو جزئية. هذه قاعدة عند المناطقة، نعم. هكذا علم عند المناطق، هكذا علم عندهم أن النتيجة تتبع الأخص من المقدمة. واضح يا جماعة؟ نعم. ثم قال: وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. نعم. وهذه الأشكال بالحملي، وهذه الأشكال الأربعة مختصة بالحملي من القضايا، يعني بالقضايا الحملية فقط، بالقضايا الحملية مركبة من ماذا؟ قضية الحملية من موضوع ومحمول، هذه الحملية مركبة من موضوع ومحمول، هذه القضايا الحملية. الشيخ الأخضري رحمه الله مشى هنا كذلك على رأي ضعيف، قال هذه الأشكال خاصة بالحملية، لا، خاصة بالحملية والشرطية كما مر علينا، بالحملية والشرطية، نعم. وليس ما ذكر من الأشكال بالشرطية، نعم. وهذا رأي ضعيف. هذا رأي ضعيف، فالأشكال ليست خاصة بالقضية الحملية فقط، لا، خاصة كذلك بالشرطية، خاصة كذلك بالشرطية. واضح كلام؟ والصحيح جريان الأشكال جريان. نعم. والصحيح جريان الأشكال الأربعة في الحملية والشرطيات، نعم، في الحمليات والشرطيات كما تقدم التنبيه عليه، نبهنا على هذا، نعم. أين نبهنا عنه؟ في قوله ماذا؟ قال: واختص بالحملية، قال اختص بالحملية، هناك نبهنا على هذا، نعم. زيد. كما تقدم التنبيه عليه وتمثيل عليه، نعم. يعني هذه الأشكال خاصة بالقضايا الحملية والقضايا الشرطية، نعم. قال: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. واضح يا جماعة؟ والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، يعني يجوز لك أن تحذف إما المقدمة الصغرى أو الكبرى، أو تحذفهما جميعا، أو تحذف النتيجة إذا علمت. صحيح؟ لو تقول لي استدل لي على حدوث العالم، تقول لي استدل لي على حدوث العالم مثلا، أقول لك العالم متغير وكل متغير حادث فقط وأسكت. لماذا حذفت النتيجة؟ للعلم بها، قارنت السؤال. واضح؟ كذلك يجوز لي أن كذلك أحذف المقدمة الصغرى أو أحذف الكبرى أو أحذفهما معا إذا كان وجد ما يدل عليهما، إذا وجد ما يدل عليه، كما في النحو، كما في علم النحو. إذا قلت لك من زيد
تقول أخي، تقول أخي. تقول لك من زيد؟ تقول لي أخي. من محذوف؟ محذوف زيد أخي، محذوف هو المبتدا. لماذا حذفته؟ للعلم به. كذلك المقدمات هنا نفس الشيء، استطيع أن أحذف المقدمة إذا علمت بها. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ حذف، كما قال صاحب الألفية. نعم. زيد. والحذف في بعض المقدمات أي حذف إحدى المقدمتين. أي حذف إحدى المقدمتين. أي حذف إحدى المقدمتين أو النتيجة لعلم بالمحذوف إذا علمت بها. إذا كان عرفتها، إذا علمتها يجوز حذفها. لذلك لعلم بالمحذوف، لعلم بالمحذوف. إذا كنت أعلم الصغرى أو الكبرى أو كنت أعلم النتيجة هنا يجوز حذف. العالم متغير وكل متغير حادث وأسكت. لماذا حذفت النتيجة؟ للعلم بها، لأن أي واحد دارس المنطق سيأتي ويحذف الحد الوسط ويحط النتيجة. أي واحد درس علم المنطق إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، أول ما يقوم به يحذف الحد الوسط، ثم يأتي ماذا؟ يحط ما بقي كما هو فيصبح عنده العالم حادث. هذا عالم فلا يذكرها استغناء عنها. لعلم بالمحذوف آت. ما معنى آت؟ جائز. يعني يجوز أن أحذف مقدمة أو مقدمتين أو النتيجة إذا كنت عالما بالمحذوف. يجوز إذا كنت عالما بالمحذوف. نعم. كقولنا هذا يحد لأنه زاني. أيوة، هذا يحد لأنه زاني. واضح؟ أيوة. فإن المعنى، فلما قلت هذا يحد لأنه زاني، هذا يحد لأنه زاني، أنت هنا فيه حذف في الكلام، فيه حذف. واضح؟ فيه حذف، فيه حذف، فيه حذف الكبرى هنا، كأنك قلت هكذا وكل زان يحد. قلت ماذا؟ وكل زان يحد. واضح يا جماعة؟ كقولنا هذا يحد لأنه زان، فهنا فيه حذف للكبرى اللي هي ماذا؟ كل زان يحد. فإن المعنى وكل زان يحد، هذا فكل زان يحد، فحذفت الكبرى. نعم. فقد حذفت الكبرى، فقد حذفت الكبرى. واضح؟ نعم. وكقولنا هذا زان وكل زان يحد وسكت، حذفت النتيجة. لماذا؟ للعلم بها. مفهوم؟ للعلم بها. وكقولنا هذا زان وكل زان يحد. وكل زان يحد، هذا زان وكل زان يحد. خلاص حذفت النتيجة. لماذا؟ للعلم بها من القياس. الذي درس علم المنطق مباشرة كما قلنا يذهب إلى الحد الوسطي ينزعه ويحط الكلام كما هو. واضح؟ للعلم بها. وقد تحذف الصغرى، وقد تحذف الصغرى. نعم. فقد حذفت النتيجة لأن المعنى هذا يحد. نعم. فحذفت للعلم بها من القياس. فحذفت للعلم بها من القياس. واضح يا جماعة؟ فهنا هذا زان وكل زان يحد، فالمعنى هذا يحد، نتيجة هذا يحد، فحذفت النتيجة للعلم بها. نعم. زيد. لازال طويلة، أريد أن ننهي. زيد. سنقرأ هذا الذي بقي بسرعة.
وتنتهي إلى ضرورة الإمام من دور أو تسلسل قد لزما. وتنتهي إلى ضرورة، لا بد من المقدمتين أن تكون ضرورية لا تكون نظرية. لازم المقدمتين تكون ضرورية أو تنتهي إلى الضرورية. لماذا؟ لأنها لو لم تنتهي إلى الضرورية يصبح فيها دور أو تسلسل، فلذلك لازم المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى تكون ضرورية أو تنتهي إلى الضروري. لازم أنها لو لم تنتهي إلى ضرورية إما سيكون فيها دور وإما سيكون فيها تسلسل كما سنعلم. مفهوم؟ لذلك الشيخ قال وتنتهي إلى ضرورة مقدمات، لازم تنتهي إلى ضرورية. لماذا؟ لما من دور أو تسلسل قد لازم، لأنه يلزم عليه ماذا؟ إذا لم تنتهي إلى ضرورة يلزم عليه الدور أو التسلسل. الدور ما هو الدور؟ أن يتوقف كل شيء على الآخر. زيد خلق عمرو وعمرو خلق زيد، زيد خلق عمرو وعمرو، هذا دور. فنصبح في ماذا؟ حلقة مغلقة. زيد من خلقه؟ تقول لي خلقه عمرو. من عمرو؟ عمرو من خلقه زيد. زيد من خلقه عمرو من خلقه زيد. هذا اسمه الدور. كل واحد متوقف على الآخر. زيد متوقف على عمرو وعمرو متوقف على زيد، فيصبح هكذا دور. ندور في حلقة مغلقة ولا نجد حل، هذا اسمه الدور. أما التسلسل هو يذهب إلى ما لا نهاية. التسلسل من خلق عمرو بكر، من خلق بكر زيد، من خلق زيد خالد، من خلق زيد عمرو، من خلق عامر سفيان، من خلق سفيان، وهكذا إلى ما لا نهاية. فالمقدمات لازم تنتهي إلى ضرورية، لازم تكون مقدمة ضرورية لا تكون نظرية. واضح كلام؟ فهمنا؟ هذا هو. لماذا؟ لما يلزم عليها من الدور أو التسلسل. نعم. وتنتهي أي المقدمات إلى ذي ضرورة إن لم تكن ضرورية. لازم تنتهي إلى ضرورة. إذا كانت ضرورية بها ونعمت. إذا لم تكن ضرورية لازم تنتهي إلى الضرورية. لازم نستدل عليها حتى تنتهي إلى الضرورة. نعم. لما يلزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور أو تسلسل، لأنها لو لم تنتهي إلى الضرورية يلزم عليها الدور أو التسلسل. فهمنا يا جماعة؟ نعم. لما يلزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. توقف الشيء على ما يتوقف عليه. ولا عرفت العلم بأنه معرفة المعلوم. العلم معرفة المعلوم، هذا فيه دور. العلم قلت معرفة المعلوم، والمعلوم هذا لا تعرفه حتى تعرف العلم. فأنت قلت العلم معرفة المعلوم، صحيح؟ العلم عرفته معرفة المعلوم، لكن المشكلة المعلوم لا أعرفه حتى أعرف العلم، لأن المشتق منه هو اللي بد أن يعرف أولا ثم يعرف المشتق. فالمعلوم مشتق من العلم، فأنا كيف لم أعرف المشتق اللي هو العلم وأريد وعرفته بالمعلوم؟ فهذا فيه دور. يصبح العلم متوقف على المعلوم والمعلوم متوقف على العلم، فيصبح فيهم دور، كل منهما متوقف على الآخر. فهمنا هذا الكلام؟ وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. هذا هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، لأن العلم متوقف على المعلوم والمعلوم متوقف على العلم، فهذا اسمه الدور. هكذا زيد متوقف على بكر وبكر متوقف على زيد. لو قلنا زيد خلق عمرو وعمر خلق زيد هكذا، فيصبح عمرو متوقف على زيد وزيد متوقف على عمرو. هذا اسمه الدور. نعم. وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. هذا هو. واضح؟ توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني الشيء الآخر يتوقف عليه كذلك. نعم. وهو ترتب أمر على أمر.
إلى ما لا نهاية له. هذا أو التسلسل كما قلنا، وهو ترتب أمر على أمر آخر إلى ما لا نهاية. هكذا تقول لي لماذا مثلا لماذا زيد قائم مثلا، هذا مثال. أقول لأنه جالس. لماذا جالس؟ لأنه قاعد. لماذا قاعد؟ لأنه راكب. لماذا راكب؟ لأنه نائم. كذا كذا كذا. لا أصل إلى مقدمة ضرورية، لا أصل إلى يعني ضرورة جواب كافي لا أسأل بعده، لا. هكذا تسلسل. نعم. قد لزم، وهو ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية. هذا زيد يترتب على عمرو، عمرو يترتب على خالد، خالد يترتب على بكر، بكر يترتب على سفيان، سفيان يترتب على عمرو، عمرو يترتب على يزيد، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا اسمه التسلسل. فالقضايا إذا لم تكن ضرورية فلا بد أن تصل إلى الدور أو تصل إلى التسلسل، لازم. نعم. قد لزم. نعم. فلزوم الدور نعم. فلزوم الدور فيما إذا استدل على الشيء بما يتوقف عليه ذلك المتأخر. كما قلنا. نعم، هذا هو الدور. فيما إذا استدل على الشيء بما يتوقف عليه ذلك المتأخر. هذا استدل على العلم بأنه معرفة المعلوم، ومعرفة المعلوم لازم تستدل عليه بعد أن تعرف العلم. مفهوم؟ هذا هو. نعم. ولزوم التسلسل فيما إذا توقف الأول على أدلة مترتبة لا غاية لها. والتسلسل أقول لك دلل لي على أن العالم متغير مثلا، تأتي بأدلة لكن ما لا نهاية لها ولا يوجد حل، إنما عبارة عن أدلة كثيرة ولا يوجد ضرورة، إنما تعددت الأدلة، تعددت لكن لم نصل إلى ضرورة. مفهوم؟ هذا معنى فيما إذا توقف الأول على أدلة مترتبة لا غاية لها. أدلة مترتبة، دليل بعد دليل، لكن لا يوجد لها غاية، لا زال الإشكال موجود. نعم. نعم. إذا توقف الأول على أدلة مترتبة لا غاية لها، هذا هو التسلسل. نعم. فإن انتهى الأمر إلى دليل غير ضروري مقدماته ولا مسلمة لم يكفي. نعم، لم يكفي. يستطيع الخصم أن لا يسلم. مثلا أنت متجادل مع خصم، متجادل مع واحد ملحد مثلا، تأتي له بمقدمة، هذه المقدمة غير ضرورية، لا يسلم بها، يقول لك هذه لا أسلم بها. لماذا؟ يقول لك هذه غير ضرورية، هذه فيها دور، يقول لك فيها دور، أو يقول لك فيها تسلسل، لم تصل إلى ضرورة، فيقول لك أنا لا أسلم بها. فإذا لم يسلم بها خلاص لا أستطيع أن أستدل عليه بدليل. مفهوم؟ هذا معنى فإذا انتهى الأمر إلى دليل غير ضروري مقدماته غير ضروري مقدماته ولا مسلمة لم يكفي، لا يكفي هذا الدليل، لأن الخصم سيقول لك أنا غير مسلم بهذا، غير مسلم بهذا. تقول له العالم متغير، يقول لك لا أنا لا أسلم بهذا لأن ليست ضرورية. مفهوم؟ مثلا. نعم. أيوة، سيعطينا الشيخ أمثلة. نعم. مثال ما مقدمته ضرورية. مثال ما مقدمته ضرورية. نعم. هذا العدد منقسم إلى متساويين. وعرفنا في الأول ما هو الضروري، وعرفنا ما هو النظري. النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. هذا النظري ما يحتاج إلى التأمل والتفكر والاستدلال، أما الضروري لا. الضروري مثل ماذا؟ تقول لي السماء فوقنا، هل يحتاج إلى تفكر؟ هذا ضروري. تقول لي الأرض تحتنا، ضروري لا يحتاج إلى تفكر. تقول لي أنا موجود، أنا موجود، يحتاج إلى تفكر؟ لا يحتاج إلى تفكر. لكن لو قلت لك الواحد، لا مثلا الواحد نصف سدس 12، الواحد نصف سدس 12، تقول لي انتظر أفكر ولا لا؟ تقول لي انتظر حتى أفكر. لازم تفكر، تنظر، هذه اسمه النظري.
فالمقدمات لازم تكون ضرورية ما فيهاش نقاش حتى يسلم بها الخصم. الملحد هذا إذا أتيت بمقدمة ضرورية لا يتكلم معك، يقبلها وهو ساكت. لكن لو أتيت بمقدمات ليست ضرورية نظرية سيعترض، يقول لك لا هذه لا أسلم بها، ائتني بواحدة أخرى. فلا يقبل منك الدليل. إذا لم يقبل منك الدليل لا تستطيع تستدل عليه بشيء. فهمنا؟ هذا هو مثال ما مقدماته ضرورية مثل وكل منقسم. هذا العدد منقسم إلى متساويين. تقول لي الأربعة منقسم إلى متساويين، هذا ضروري، هذا لا يحتاج إلى تفكير. 4 منقسم إلى متساويين، خلاص ضروري. قلت لي وكل منقسم كذلك، يعني كذلك معناها إلى متساويين، لفظة كذلك هنا لكذلك معناها إلى متساويين. وكل منقسم كذلك معناها إلى متساويين زوج صحيح. وكل منقسم إلى متساويين زوج. هذه مقدمات كلاهما ضرورية لا تحتاج إلى تفكير، أي واحد يسمع بها يسلم مباشرة. أقول لك مثلا الأربعة عدد منقسم إلى متساويين، وكل منقسم إلى متساويين فهو عدد زوجي. هذه ضروريات، هذه مقدمات ضرورية. فهمنا؟ هذا زيد. وكل منقسم كذلك زوج. وكل منقسم كذلك معناه إلى متساويين زوج. ضرورية ولا نظرية؟ ضرورية. هذه مقدمة الاثنين ضرورية لا تحتاج. نعم. زيد. هذا مثال ما مقدماته ضرورية. نعم. ومثال ما مقدمته نظرية. ومثال ما مقدماته نظرية. وإذا واحد أتى لك بمقدمات نظرية تقول له لا هذه نظرية، لازم تستدل عليها لتصبح ضرورية، لازم، وإلا يقول لك لا أسلم بها. نعم. ومثال ما مقدماته نظرية قولك. نعم. قولك العالم صفاته حادثة. وكل من صفاته من وكل من اسم موصول بمعنى الذي، وكل الذي. نعم. وكل من صفاته حادثة فهو حادث. أهو الآن العالم صفاته حادثة، هذه مقدمة نظرية، لأن الفلسفي الذي يقول بقدم العالم لا يسلم بهذه، يقول لك كيف العالم صفاته قادمة الصفات حادثة، يقول لك لا، من قال لك هذا؟ فهذا القضية هذا مقدمة نظرية تحتاج إلى أن نستدل عليها إلى أن تصبح ضرورية. هذه المقدمتين صغرى وكبرى لازم نستدل عليها حتى تصبح ضرورية، وإلا لا يسلم لك القياس. فهمنا؟ نعم. فنستدل على الصغرى بقولنا. أين الصغرى هنا يا جماعة؟ أين الصغرى؟ العالم صفاته حادثة. ركز هنا في خلوطة، ركز. فنستدل على الصغرى اللي هي العالم صفاته حادثة. كيف نستدل عليها لكي نقنع الخصم؟ أيوة، وتصبح ضرورية. بقولنا العالم صفاته متغيرة. نقول له ماذا؟ نقول له العالم صفاته متغيرة، وكل متغير حادث. واضح هذا؟ نقول له العالم صفاته متغيرة، وكل متغير حادث، لأن العالم صفاته متغيرة. كيف؟ بالمشاهدة. العالم صفاته بالمشاهدة، لأننا نرى الليل ثم يأتي النهار، المطر ثم يأتي الصحو، يولد زيد ويموت عمرو، يوجد مرض ثم صحة، يوجد سحاب ثم صحو، يوجد طلوع شمس ثم غروبها. هذا كله العالم ماذا؟ صفاته متغير. هذا بالمشاهدة، نشاهد العالم صفاته متغير بالمشاهدة. نرى الصباح مساء
برد حرارة وهكذا. نعم. وكل متغير حادث، هذه لا إشكال فيها، كل متغير حادث بدون شك. نعم. والأولى من هاتين المقدمتين ضرورية للمشاهدة. هو بالمشاهدة. هل المشاهدة يحتاج إلى تدليل؟ لا، خلاص. العالم صفته متغيرة بالمشاهدة، نشاهد فيها تتغير أمامنا، نشاهد فيها، خلاص ضرورية. هذه أصبحت ضرورية. نعم. ونستدل على الثانية منهما. ما هي الثانية منهم؟ هنا خلوطة، ركز. نستدل على كل متغير حادث. نعم. بالتغير إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا. هذا هو. نستدل على الثانية اللي هي وكل متغير حادث. قيد هذا الكلام، قيد هذا لكي لا يقع لك إشكال بعد ذلك، لأن هنا الشيخ راهم متداخلين، الأمور هنا متداخلة، واضح؟ فقولنا في الأول فنستدل على الصغرى اللي هي العالم صفاته حادثة، هذا المقصود بالصغرى. ثم قال ونستدل على الثانية منهما. فهمتوا يا جماعة ولا نكتب في السبورة؟ فهمتم ولا نكتب في السبورة؟ ها هو شوف. أنت قلت هكذا العالم صفاته حادثة، ثم قلت وكل من صفاته حادثة فهو حادث. هذه الآن صغرى وهذه كبرى، صحيح؟ الآن هذه مقدمة نظرية وهذه مقدمة نظرية. حتى الشخص يسلم بهذه القضية لازم هذه القضية تنتهي إلى ضرورية، لازم تستدلها على هذه ولازم تستدلها على هذه حتى تنتهي إلى ضرورة، حتى تصبح ضرورية كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. الآن لازم تستدل على هذه الأولى. ماذا تقول؟ دليلها ما هو؟ العالم متغير. زين؟ وكل متغير حادث. الآن هذه أصبحت ضرورية بالمشاهدة، خلاص هذه أصبحت ضرورية بالمشاهدة. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا هذه لازالت نظرية لم تنتهي إلى ضرورية، هذه خلاص انتهت إلى ضرورية. بقي لنا هذه لم تنتهي إلى، لازالت نظرية، لازم نستدل عليها كذلك. ماذا نقول؟ ماذا قال الشيخ؟ التغير، تقول التغير إن كان من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا. زيد أو من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا. زيد. والجائز لا يقع إلا حادثا. خلاص. الآن جيت قلت العالم صفاته حادثة وكل من صفاته حادثة فهو حادث، صحيح؟ قال لك هذه مقدمة نظرية ليست ضرورية، لازم تستدل لي. قلت له خلاص أستدل. قلت له العالم متغير وكل متغير حادث. قال لك نعم العالم متغير ضرورية بالمشاهدة. يقول لك لكن هذه لا زالت نظرية، لازم تستدل له كذلك. تقول له على هذه كبرى، تقول له التغير إن كان من عدم إلى وجود، من عدم إلى وجود، لم يكن موجود ثم وجد، كان الوجود طارئا، صحيح ولا؟ زيد يكون معدوم ثم يوجد،
هذا التغير من ماذا؟ من عدم إلى وجود. إن كان التغير من عدم إلى وجود كان الوجود طارئ، الوجود طرأ على العدم. أو من وجود إلى عدم، زيد كان موجود ثم مات مثلا، هذا كان الوجود جائز، لأن كل موجود يقبل العدم فهذا جائز. فتصل إلى ماذا؟ والجائز لا يقع إلا حادثا، والجائز لا يقع إلا حادثا. فالآن هذه الكبرى كانت نظرية، لكن لما استدللت عليها أصبحت ضرورية. خلاص، هذه كانت نظرية، لما أتيت له بالدليل هذا أصبحت ضرورية خلاص. فعند هذا يسلم الآخر، يسلم بهذا، يسلم بالعالم متغير وكل متغير حادث، وعليه فسوف يسلم بالعالم صفته حادثة. فهمنا؟ لازم المقدمة تنتهي إلى ضرورية. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. زيد. أو من وجود إلى عدم. قرأنا هذا مولانا وكتبناه وشرحناه. ونستدل على الكبرى. أي الكبرى يا جماعة؟ الكبرى من القياس. ما هي الكبرى من القياس؟ هذه. الآن الشيخ انتقل إلى الكبرى القياس بعدما أنهى الصغرى كانت نظرية فاستدل عليها بهذا، فأصبحت الصغرى من الاستدلال ضرورية، والكبرى كانت نظرية فاستدل عليها فأصبحت ضرورية. خلاص الآن أصبحت هذه ضرورية وعليه فتصبح هذه ضرورية. خلاص الآن العالم صفاته حادث، كانت نظرية وانتهت إلى ضرورية، وانتهت إلى ضروري بسبب الاستدلال هذا. نعم. الآن الشيخ انتقل إلى كبرى القياس، هذه اسمها كبرى القياس، هذه كبرى القياس. نعم. ماذا قال فيها؟ بقولنا كل من صفاته حادثة لا يعري عن الحوادث. لا يعرى عن الحوادث. معنى يعرى؟ يخلو. خلا يخلو. نعم. عرى، عندك عرى، عندك عرى يعرى، وعرى يعرو. عندك فعل عرى، عندك يعرى، وعندك عرى يعرو. الفعل هذا له مضارعان، عرى يعرى وعرى يعرو. مثل غارة، غارة يغار، وغار يغير، كذلك عرى. هذه الآن هذا المقدمة نظرية، مقدمة نظرية. فعندما أتى الشخص الآخر فقال لك أنا لا أسلم بهذا، قلت له لماذا؟ قال لك لأن هذه نظرية لا أسلم بها حتى تصبح ضرورية. فأنت لازم تستدل على هذه حتى تصبح ضرورية. ماذا تقول له؟ فنستدل على كبرى من قياس بقولنا زين كل من صفاته حادثة لا يعرى عن الحوادث. نعم. وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها زين. وكل من لا يسبقها الحادث لا يسبقها، وكل من لا يسبقه حادث من لا يسبقه الحادث فهو حادث. ها هي وين الآن هذه كانت نظرية، فقال لك الخصم لا أسلم بها، فقلت له سأستدل لك عليها حتى تصبح ضرورية. فقلت له كل من صفاته حادثة لا يعرى عن الحوادث. كل من صفاته حادثة، قدرة حادثة، علم حادث، كلام حادث، سمع حادث، بصر حادث، هكذا. كل هذا لا يعرى عن الحوادث، لازم تحل به الحوادث. قلت له وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها، وكل من لا يعرى عن الحوادث لا يسبق الحوادث. صحيح؟ فماذا ينتج؟ وكل ما لا يسبقه الحادث فهو حادث. فالآن أصبحت هذه القضية الآن ضرورية. فالقضيتان هذه
كانتا نظريتان، ثم الآن ماذا؟ أصبحتا ضروريتان. ففي هذه الحالة لما استدللت على القضيتين فأصبحتا ضروريتين. هنا الخصم يسلم خلاص، لو تقول له هذه خلاص يسلم، لأنك استدللت حتى صارتا ضروريتين، فعند هذا سيسلم بهذه القضية، قضية القياس. فهمنا؟ نعم زين. فقد انتهينا إلى الضرورة. فقد انتهينا إلى الضرورة. نعم. ولا عبرة باعتراض بعض الفلاسفة نعم. على بعض تلك المقدمات. نعم. فإن ذلك مكابرة. يعني الشيخ قال لك إنكار الضروريات عناد، هذا عناد. لماذا؟ لأن الفلاسفة فيهم مكابرة، ينكرون الضروريات. الفلاسفة ينكرون الضروريات، لأن بعض الفلاسفة ماذا فعل؟ ماذا قال؟ أنكر وجود العالم من أصله. بعض الفلاسفة أنكر وجود العالم أصلا، وبعض الفلاسفة أنكر وجوده، قال أنا غير موجود. بعض الفلاسفة قال أنا غير موجود، وبعض الفلاسفة يقول لك لا أدري، تقول له من أنت؟ لا أدري. ماذا أكلت؟ لا أدري. متى نمت البارحة؟ لا أدري. لا أدري. فالشيخ قال لك الذي ينكر هذه الضروريات من باب أولى ينكر هذه المقدمات. قال لك فذلك مكابرة، لا ننظر إلى المكابرة. لذلك انظر في الداخل ماذا قال؟ قال مكابرة، أي لأن إنكار الضروريات عناد محض، ودفع بهذا ما قد يقال كيف تكون ضرورية مع وجود من ينكر بعضها. وحاصل الدفع لا عبرة بهذا الإنكار لأنه مكابرة، ولا غرابة في إنكار الضروريات من هؤلاء القوم اللي هم الفلاسفة، فقد أنكر بعضهم وجود العالم من أصله. قال لا يوجد شيء اسمه العالم، حتى وجود نفسه. الشيخ ذكرها، قال لك حتى وجود نفسه، أنكر وجود نفسه. وهل بقي هناك ضروري أوضح من نفسه؟ الذي أنكر وجود نفسه من باب أولى ينكر هذه المقدمة. فلذلك لا ننظر إليه، اتركه يكابر، لا ننظر إليه. قال نعوذ بالله من تلاعب الشيطان. وهذا الإمام هذا الشيخ القويسين كان من أهل الجد. قال كان يا مولانا ينام، كان يأخذه الجد طول النهار، عندما يأتي وقت الدرس قال لك يفيق. كان من أهل السكر والجذب، هذا تاع الصوفية. كان طول النهار مجذوب سكران غارق في محبة الله. قال لك عندما يأتي وقت الدرس قال لك يفيق ويدرس، يعني تدريس عادي، ويقوم بوظائفه عادية، بعد ذلك يغيب كذلك وهكذا. قال عن هذا البيجوري تلميذه إبراهيم البيجوري، تلميذ القويسيني، تلميذ حسن القويسيني. نعم. هذا. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.